ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو، ويلا بينا نبتدي الفيديو النهارده كده. فيديو جديد، وعايزه اقول لكم الفيديو ده كان متصور يعني معايا بقاله كده حبه حلوين، بس ما كنتش منتجته يعني وكده، فقلت كده اشارك معاكم النهارده الطريقه والوصفه، ويا رب كده تعجبكم. عندي كده بصل، فرمته كده على الكبة الصغيرة بتاعتي، وعايزة اقول لكم للأسف الكبة دي خلاص كده باظت. زي ما قلت لكم الفيديو ده متصور بقاله كده فترة معايا. بس الحمد لله، ويعني ربنا يعوض كده، وهجيب واحدة غيرها جديدة يعني وكده، عشان هي بصراحة يعني باظت خالص. بس المسمار بتاعها باظ، فمش نافع يعني، ملهاش قطع غيار غير انك تشتري الجف كده اللي من تحت كامل. بس حمرت كده بصلة، بس انا مش عايزة البصلة بتاعتي تاخد لون او تحمر جامد، لا انا عايزاها كده بس يدوب تدبل بس. طبعا اول ما دبلت كده وغيرت لون كده واصفرت، هنزل عليها بالطماطم. وهسيبها كده لحد ما تتسبك. اول ما اتسبكت انا شلتها طبعا وحطيتها في الحلة الكبيرة دي، علشان كنت عايزة اضيف الرز، وما كانش هيبقى فيه مساحة ان انا اضيف رز عليها، كان يعني هيطلع من بره، فنقلتهم في الحلة الكبيرة دي وسبتهم كده لحد ما تسبكوا تمام. والتسبيكة اللي هي 10 كده على 10، حطت لهم بهارات، حطت لهم فلفل اسود وكزبرة وملح ومكعب مرقة ماجي، وطبعا بهارات محشي مشترياها طبعا من عند العطار. عايزة اقولك طعم بتودي طعم المحشي في حتة تانية بجد. اشتريها، قولي اللي بتاع العطار عايزة بهارات محشي، هيديكي كده حبة كده حلوين بجد، تحفة وطعمها خطير جدا. اول ما الصلصة بتاعتي اتسبكت كده كويس ونطرت كده الايدام بتاعها على الوش، طبعا انا مسبكة بزيت مش بسمنة ولا اي حاجة، زيت فقط. بس رحت هنزل كده بالرز، لقيت ان انا عايزة اشيل شوية الاول علشان اسقي بيهم المحشي، فهشيل كده حبة كده من في حلة كده صغيرة معايا يعني في طبق او اي حاجة. شلت حبة كده عشان انا بحب اسقي المحشي بتاعي بالصلصة المتسبكة، بزودها مية ومرقة وفلفل اسود وكزبرة وملح وكمون. عايزة اقولك بيبقى طعم المحشي كده خطير، روعة بجد، تحفة تحفة كلمة قليلة. فهشيل كده كبشة كده صغيرة كده، هشيلها كده على جنب. وبعد كده إيه لو حسيت ان الرز بتاعي محتاج هحط، لقيت مش محتاج خلاص كده هستكفى بالكمية بتاعتي. انا ليه بحب جدا ان انا اشوح الرز بتاعي مع الصلصة كده شوية، علشان الرزاية تبقى متبلة بالصلصة دي وتبقى طرية، وكمان المحشي بتاعي ما ياخدش سوا كتير على النار، فبجد بجد بيكون حلو. فبشوحه، انا ما بحطش الخضرة على النار نهائيا، بحب احط الخضرة كده بعدين يعني كده، يعني هقطعها كده واحطها واضيف عليها الرز بالصلصة واقلبها. ما بحبهاش، بحسها بتغير اللون وبتدبل بسرعة، وكمان طعم الخضرة ما بيكونش باين معاكي في الكرنب كده ومفحفح كده وحلو. فبحب اضيفها بعدين، مش برضه اضيفها يعني وقت الوقت يعني على النار وكده. هدي للرز كده تقليبة كده حلوة جدا، وتكون معتبرة كده بنت ناس زي ما بيقولوا. حسيت كده الرز بتاعي محتاج شوية، هضيف كده شوية صلصة علشان اعزز بس لون المحشي بتاعي، عشان كده يكون لونه كده احمر كده وجميل، وتوصلي للون اللي بتشوفيه كده وكلنا كده بنحبه. لو عندك صلصة برطمانات اللي هي الجاهزة من السوبر ماركت دي في ملعقة برضو هيبقى حلو جدا معاكي. لا حاسة نفسك مش محتاجة ومش عايزة، براحتك برضو، يعني الطماطم بتاعتك مش محتاجة. انا بصراحة حسيت ان هي محتاجة شوية، فهضيف كده حبة كده حلوين زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها كده شوية كده على الرز، مش كتير يعني 3 4 كده دقايق، كمان مش يعني 3 دقايق كده مثلا او دقيقتين، لحد ما احس ان الرزاية بدأت
تطرى كده سنة سيكة بس بسيطة وبس. وبعد كده هطفي عليها النار وهقطع كده الخضرة بتاعتي، وهبتدي كده ايه نبتدي كده معركة كده الحشو. عشان عايزة اقول لكم انا حشيت الحلة كلها وانا واقفة كده على الرخامة من ابني. بجد كل ما اجي احشي كده صباع يروح يقلب لي الحلة. رحت قلت والله لا اقوم احشي كده على الرخامة عشان ما يجيش. عايز اقول لكم جه وقعد تحتي ويبكي ويشد فيا وعايز يركب على الرخامة علشان يعني يخرب الحاجة. فقلت لا، قلت والله لا احشيها على الرخامة، وفعلا حشيتها كلها على الرخامة انا واقفة. بجد يعني الأطفال دول على قد ما هم نعمة كبيرة وبركة كبيرة في البيت، يعني ربنا ما يحرم حد. يعني دعوة كده لكل اللي نفسه في بيبي، ربنا يفرحكم كده كلكم ويديكم. بجد بيكونوا أشقياء يعني الأطفال اليومين دول، يعني غير زمان بجد. يعني أطفال الفترة دي بتكون صعبة حبة كده. ربنا يفرح كده الكل ويراضي الكل. بس هنزل كده بالرز بتاعي واقلبه كده في الطبق ده. انا مش هحشي كتير، يعني انا مش عامله كتير قوي، بس على قدنا يعني وكده. بس وهبتدي كده ايه اقلب كده الكزبره مع الشبت مع البقدونس. دول الخضار اللي انا قطعته وحسيت ان هي محتاجه ضفت كده سنه، وسبت سنه كده صغيره للحشو. وبس ده يعني جهزت كده كل حاجة. وهبتدي كده ايه ان انا احشي. بحب كده اجيب كده الكرنباية كده وبحشيها كده عادي جدا. والصبع اللي بقى تخين شوية بفتحه كده شوية بالسكينة علشان الكرنب بتاعي كده يستوي كله وما يكونش فيه حاجة. يعني المية الكرنب لما بيكون معاكي كده تحسيه مجلد كده شوية، ومهما تسويه في النار ما بيستويش. فتحيه كده بشوكة او سكينة زي ما انا عملت في اول الفيديو علشان يستوي معاكي. لانه لو ما فتحتوش كده الكرنب مش هيشرب المية، فالرز بالتالي مش هيستوي. مهما تقعديه على النار مش هيستوي. فلازم كده تحطيه كده فتحيه كده بشوكة او بالسكينة عشان يستوي معاكي. وهنا كنت رصيت كده حبة، وبعد كده ايه يعني بحشي شوية معايا على البلانشة. وبعد كده برصهم واحشي غيرهم وهكذا يعني لحد ما خلصت كده الكمية بتاعتي. بحب جدا لما باجي احشي كرنب بشغل كده حاجة جنبي علشان اخلص كده بسرعة وما احسش ان انا بذلت مجهود كبير. بس وهنا حشيتها هحط كده سنة كده من الزيت علشان الكرنب بتاعي يكون مفلفل وما يمسكش معايا في الحلة، ويكون كده لما اجي انزله كده واقلبه يكون كده كله نازل كده صوابع كده من بعض. وهنا هسقي كده المحشي بتاعي. وطبعا انا لازم جدا ان انا يعني هنهز كده الحلة علشان المية تنزل كده ايه كلها كده من تحت، وما يكونش معاكي ما تبقاش معاكي كده على الوش. ويكون كده المحشي كله كده ايه المية في كل حتة. طبعا بنسيبه لحد ما يغلي اول حبة كده. اول ما يبتدي يغلي بنهدي النار كده خالص ونغطيه. وحاولي انك انت تكمريه كامرة علشان يستوي معاكي كويس لو انت حاسة ان هو ما بيستويش او ما بيطلعش معاكي السوى اللي هو يعني كده. بحب جدا ان انا احط كده ورقة عشان تكتملي كده البخار والمحشي بتاعي يستوي كله يعني وكده وبس. وبحب كمان ان انا احط كده طبق يقفل كده الحلة كده ايه كلها. وبحب كده ايه ان وسطانه كده في النص علشان آه يخلي المحشي بتاعي كده يستوي ويكون حلو وبس. وتعالوا نشوف شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى. بجد كان تحفة وخطير جدا. وعايزة اقولكم كان طعمه سكر ومستوي كده 10 كده على 10. قلبته هنا كده في الحلة بس كان سخن ما كنتش قادرة امسك المحشي والصباع كان بصبعه بس. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب